باين اصلا في الكاميرا. بصوا معايا طبعا بوله فاضيه زي كده، 60 جرام من الزيت للنص كيلو دي، تمام، بمعايد اربع معالق كبيره، تمام. بفضيهم كلهم كده في الطبق كده. معايا كوبايه ميه، 60 جرام سكر بمعادل 4 معالق كبيره، تمام. بصوا 10 جرام خميره فوريه بقى بتاعه الفرن دي مفيش مشكله، و20 جرام لبن بودره، ممكن تستبدليهم بلبن حليب، ورشه من فانيليا ورشه بيكنج باودر، يعني نص معلقه صغيره بيكنج باودر ورشه فانيليا، و2 عدد بيضه، ورشه طبعا ملح، وطبعا بخلطهم كويس قوي قوي كده. بصوا طبعا حطيت الدقيق برضو نفس الموضوع، كل ما تحتاج مني دقيق بحط لها، لان في دقيق طبعا ما بيشربش السوائل كلها، تمام. بصوا طبعا بغطيها كده بالورق اللي هو الاسترتش ده، هسيبها ترتاح كده 10 دقايق. بصوا بالشكل ده. طبعا بعد ما سبتها ترتاح كده 10 دقايق، بصوا بشكلها بالشكل دوت، بفردها كده كويس قوي. معايا 80 جرام من الزبده، زبده مرجليت اللي هي زبده طهي، ما تنفعش طبعا زبده صفرا ولا اي حاجه من دي عشان بتسيح وكده، يا زبده مرجليت يا زبده صباح، لانها طبعا ما بتسيحش في العجينه وكده، تمام. وطبعا بحط لها رشه دقيق كده وافرد بالنشابه لحد ما الزبده تروح خالص خالص في العجينه، تمام. بصوا كده بالشكل ده. عايزين لايك. مازن واقف جنبي عمال يقول عايزين لايك. بصوا طبعا بفرد واروح لمها كده بالشكل ده، وطبعا على الوش التاني وابطنها برضو بتزيق. بصوا بعد ما لميت كل عجينه كده، اخد منها قطعه كده وسبتها طبعا ارتاحت برضو 5 دقايق كده. خدت قطعه كده بفردها بالشكل ده. بصوا معايا جبنه طبعا، جبنه بقى براميلي، جبنه موتزاريلا، جبنه اسطنبول، اي نوع جبنه. انا النهارده هحشي بجبنه، بصوا جبنه موتزاريلا وجبنه شيدر، برضو عندي جبنه شيدر برضو وجبنه بيضه. هعمل بحوالي 4 انواع كده من الجبنه، جبنه اسطنبولي ماشي، جبنه براميلي ماشي، جبنه اللي هي المزبده دي ماشي، اي نوع جبنه معاكي. بصوا طبعا دي جبنه شيدر، طبعا احط شيدر وموزاريلا على بعض وحته كده من جبنه المستنبولي، بيدوا طعم حلو قوي. بصوا كده بالشكل ده. طبعا بلفها كده لفه كويسه قوي، بلفها زي رول كده، تمام. طبعا بصوا بقطعها قطع صغيره كده. ومعايا طبعا بيضه كده، احط لها رشه فانيليا. بصوا طبعا بدوبها كويس قوي، وشويه طبعا من الزيت، وبلمع بقى الوش كويس قوي. بصوا بلمعه كده، وبعد كده احطه في الصاج اللي انا هسوي فيه. انا لمعته بره ليه؟ علشان البيض دوت ما ينزلش في الصاج وكده، يلزق في الصاج وكده، تمام. بصوا بلمعه كله بالشكل ده. معايا طبعا حبة البركة وسمسم، عايز تحطي حبة البركة بس مفيش مشكلة، عايز تحطي سمسم بس مفيش مشكلة، الاتنين مع بعض زي ما انا هعمل كده بيبقى حلو جدا برضو. عايزة تسيبيه سادة برضو مفيش اي مشكلة عادي. بصوا قد ايه العجينة ملمسها طري وحلو جدا. وده طبعا الصاج اللي انا هحطه في الفرن، دهنته دهنة خفيفة كده من الزيت. بصوا هي العجينة اصلا شبه خلاص خمرت خلاص، بس احنا بنسيبه 10 دقايق تاني يتخمر تاني كويس عشان يبقى خفيف كده معانا وحلو. بصوا ده طبعا الصاج التاني اهو. بصوا عمل طبعا ساقين كبار زي دوت،
ساجين كبار وصينيتين من التانية. هم عملوا لنا حوالي 200 قطعة ميني باتيه. لا بجد رمى كتير جدا جدا، يعني غير ما انا كنت متوقعه خالص. بنص كيلو دقيق بس عملنا حوالي 200 قطعة ميني باتيه. بجد انصحكم كلكم تجربوه. ينفع بقى في المدارس، ينفع في عيد ميلاد، ينفع في اي حاجة كده نتسلى فيها مثلا بالليل او فطار للصبح، اي حاجة. بجد مش مكلف جدا جدا وجميل فعلا وحلو جدا وريحته بجد تحفة. بصوا شايفين درجة السوا بتاعته عاملة ازاي؟ لا بجد روعة، يستاهل فعلا تجربوه. بصوا من جوه مفرغ ازاي، عامل طبقات طبقات. لا بجد هاشش جدا وخفيف جدا جدا. بصوا القطعة خفيفة خفيفة، تحس ان هوا كده. بصوا درجة السوا، احنا طبعا دخلناها على درجة حرارة 170، من 170 ل180. تمام. بتحطيه في الرف الأوسط وتشغلي الشواية اللي هو يدوب شمعة بس. تمام. وممكن تحطيها برضو في الرف برضو الأوسط وكده، الرف اللي هو الشبكة وكده. تمام لغاية ما ياخد لون بالشكل دوت، وبعد كده نشغل الشواية بس عليه ثواني بس ياخد لون بس من فوق. بص طبعا بعد طبعا ما رصيته كله في الصينية دي، كل ده من نص كيلو بس. الصينية ما شاء الله كبيرة وكتير كتير على بعضه، يعني ما شاء الله بجد يستحق التجربة. والله لونه وشكله بجد تحفة وطعمه حلو جدا، طعمه خطير بجد. ده يعني بعد ما ولادي كلوا ما شاء الله منه كتير جدا. بصوا انا طبعا بقيت اطلع وهم ياكلوا ما شاء الله يعني. بجد هش جدا جدا، هش جدا وخفيف حلو قوي. ينفع بقى في المدارس، ممكن المدارس جاية ممكن نعمل بقى في المدارس وكده، نحط الولاد طبعا في اللانش بوكس احسن من السندوتشات او الحاجات اللي احنا بنجيبها جاهزة من بره والكلام ده. حاجة كده خفيفة وحلوة جدا. الاطفال طبعا بتحبها جدا جدا والكبار برضو، مش الاطفال بس. بس طبعا حاجة غير مكلفة خالص خالص، يعني بنص كيلو دي. بصوا طلعنا كل الكمية دي. وطبعا ممكن تحفظيها في الفريزر، تعبيها في اكياس كده وتشيليها في الفريزر، وقت ما بتطلعيها كأنك لسه عاملاها طازة. مش لازم تسيبيها بره عشان بس ما تنشفش وكده. يعني ممكن تخزنيها كمان في الفريزر، تقعد معاكي فترة كبيرة ما شاء الله يعني. بصوا درجة السوا بتاعها مظبوطة جدا جدا، لونها ذهبي كده وحلوة جدا. بصوا طرية جدا جدا. بصوا الحشو من جوه، الجبنة طبعا سايحة في قلبها، ايه تحفة، ومفرغة كده كلها بجد تحفة. لو اتشالت طبعا في الفريزر وتيجي تطلعيها حتى وتديها للولاد كده وهي متجمدة على ما يروحوا المدرسة ويجوا ياكلوا كده، هتكون فكت خالص خالص كأنك لسه جايباها وعاملاها طازة. لا بجد جميلة حلوة جدا. طبعا رصيتهم في الصينية زي كده، وبعد كده هعبيها بقى في اكياس احطها في الفريزر. يعني تطلع حوالي 10 دقايق في الفرن. هي طبعا مش بتغيب في الفرن وكده، وزي ما قلت لكم ممكن تستبدلوا ال اللبن البودرة بلبن حليب عادي. يا رب الفيديو النهارده بتاعنا يكون سهل وبسيط عليكم يا حبايبي. لو عجبكم الفيديو لايك وشير.